هذا يسأل يقول ويرغب، يقول: نرجو بيان فضل الصدقة في رمضان ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وبيان الفضل المترتب على ذلك. الصدقة على المساكين والفقراء من الأعمال الصالحة، ومما ينال الإنسان به الأجور الكثيرة. وقد أثنى الله على المنفقين في آيات عديدة من كتابه. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد قال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وقال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآيات التي أثنت على المنفقين والمتصدقين كثيرة متعددة، ويزداد أجر الإنسان ويكثر ثوابه بجعل هذا العمل في موسم شهر رمضان. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بمزيد نفقات وصدقات لا يفعلها في غير شهر رمضان، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. ومن هنا فهذه أعمال صالحة يكمل بعضها بعضا، من الصيام إلى قراءة القرآن إلى الصدقات والنفقات، ليكون هذا من أسباب عظم أجر الإنسان وكثرة ثوابه.